الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. نزل جبريل الأمين على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت. كم ستعيش في هذه الدنيا؟ 50 عاما، 100 عام، 1000 عام. سيدنا نوح عليه السلام الذي عاش لأكثر من 1450 عام، ماذا قال عن هذه الدنيا التي نتصارع عليها ونحارب عليها ونظلم بعضنا من أجلها؟ قال: هذه الدنيا، واسمع يرحمك الله، هذه الدنيا عندما سئل من عاش ل1500 عام، عندما سئل عنها ماذا قال؟ قال: إنها دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. سبحان الله العظيم. عش ما شئت فإنك ميت. الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا هي الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت. تحب زوجتك ستتركها، تحب أولادك ستتركهم، تحب المال وتحبون المال حبا جما ستتركه، ولن يبقى إلا عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذه الثلاث التي ستبقى معك داخل قبرك، هذه الثلاث التي ستنفعك في الدنيا وفي الآخرة. العمل الصالح، أن يكون لك حال مع الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الموت من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. نحن الآن نعزي في أخانا، وغدا سيعزي الناس فينا. فافعل ما شئت فكما تدين تدان. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت. اظلم واكذب واشهد زور وكل أموال الناس بالباطل وافعل الأفاعيل. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة، نسأل الله العفو والعافية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أما عن أخانا ووالدنا فما علمنا عنه إلا خيرا. أقسم بالله العظيم أعرفه منذ أكثر من 30 عاما، وعندما أنزل إلى هذه المنطقة أول مكان أذهب إليه كان هذا المحل. أعرفه منذ أكثر من 30 عاما، فما علمت عنه إلا خيرا، وما رأيت منه إلا خيرا، وما سمعت عنه إلا خيرا. فأسأل الله عز وجل بهذه الساعة الطيبة أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم وسع مدخله، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم ولقنه حجته عند السؤال يا رب العالمين. اللهم واجعله يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي. اللهم إن كان أخانا محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من ولده، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه.
اللهم إنا نسألك أن أخانا نزل بساحتك فكن به رحيما، اللهم كن به رحيما، اللهم كن به رحيما، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.